عارف ايه اخطر مخدر في الدنيا؟ مش مخدرات بقى والسيجارتين والكلام اللي انت في، لا لا لا، اخطر مخدر في الدنيا حقيقي هو دور الضحية اللي انت عايشه ده. عشان انت باختصار كده ضحية القصة اللي انت بتحكيها للناس وبتوهم نفسك بيها. كل يوم داير على قصة انا اتظلمت، الاهل ظلموني، الايام جيت عليا، غدر الصحاب كل يومك بطل تشتكي، بطل بقك يفضل مفتوح للشكاوي كده، غلط، مش هتتقدم خطوة لقدام. طب وبعدين هتفضل تحكي القصة دي كتير؟ هتفضل تحكي قصة الظلم والقصة اللي انت مضطهد فيها دي كتير يعني؟ لحد ما توصل 30 50 لحد ما تموت، صح؟ هتفضل تتكلم في القصة دي لحد ما تموت. بص يا زميلي، من الآخر كده المجتمع كله بيسقف للضحية. هتلاقي كله بيقول لك عندك حق تزعل، عندك حق تفشل، اصل انت كله جه عليك، عندك حق مش عارف تبقى ايه. قصة طويلة حزينة ملهاش أي سبب، والكلام ده أخطر مخدر ممكن تسمعه ويخدر أحلامك كلها، لأنك ساعتها بترميها على الظروف وقلبك جامد من الكلام اللي أنت سمعته من الناس، وتقول أنا مش فاشل، أنا بس اتظلمت. وربنا قالها، خد بالك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى ما يغيروا ما بأنفسهم. خدت بالك؟ ربنا معلق التغيير على انفسهم، هم لما يتغيروا ربنا هيغيرهم. يعني خد بالك، محدش هيجي يا باشا كده ينقذك، الظروف مش هتتغير ولا الناس هتبطل تأذيك. هتتغير فعليا لما تبطل انت شخصيا كده تحكي قصة الضحية اللي انت قرفت الناس بيها وقرفت نفسك. انا عايزك قصة ان انت اتظلمت واتقهرت والدنيا والشغل والدنيا كلها جيت عليك، ترمي القصة تقرا ظهرك وتبدأ قصة جديدة صافية. انت بتاع النهاردة، انت مولود اليوم من ساعة ما صحيت من النوم بس.